بعد قدوم جويري 3 لاعبين مهددين بالخروج من حسابات بالماضي. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو باش كل يوم يوصلكم الجديد الأخبار. أعلن مهاجم النادرين الفرنسي أمير جويري على مختلف حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عن اختياره اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري بعدما أنهى اللاعب جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير جنسيته الرياضية. وبعد التحاق جويري بصفوف الخضر، نستعرض في هذا أبرز المهاجمين مهددين بالخروج من حسابات بالماضي في الفترة المقبلة. أولا، أندي ديلور. لم ينجح مهاجم صلال الجديد في ترك بصمته هذا الموسم مع دور نجوم قطر. ابتعاده عن المنتخب الوطني بدأ يظهر تدريجيا، ومع التحاق جويري بصفوف الخضر فإن مأمورية اللاعب ستكون صعبة مستقبلا في المنافسة على مكانة داخل قائمة بالماضي. ثانيا، بغداد بونجاح. يعاني بغداد بونجاح من الإصابات المتكررة هذا الموسم، في وقت أصبح اللاعب احتياطيا مع نادي السد، وهو الأمر الذي يقلص من حظوظ تواجده مع المنتخب مستقبلا. ثالثا، أيمن محيوس. لم يستغل مهاجم بافيردون السويسري الفرص التي تحصل عليها مع المنتخب الوطني، ويبقى محيوس أحد اللاعبين المهددين بالخروج من حسابات بالماضي بعد التحاق أمين جويري. ومن جهة أخرى بدرجة أقل، فإن إسلام سليمان يمتلك حظوظا أكبر للتواجد مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب يلعب بانتظام مع نادي كوريتيبا، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب باعتباره الهداف التاريخي للمنتخب. وسيبقى مهاجم سبورتينغ لشبونة السابق خيارا واردا في كتيبة بالماضي، إلا في حال استدعاء مهاجم نيويورك سيتي أيمن بكرار. ويبقى محمد الأمين عمورة مهاجم سانجيلواز البلجيكي مرشحا بقوة ليكون أحد أبرز عناصر المنتخب الوطني في خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، نظرا للجاهزية الكبيرة والمستويات الرائعة التي يقدمها في بداية هذا الموسم. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو باش كل يوم يوصلكم الجديد.